النرجسي مش قوي ولا ذكي زيادة ولا مسيطر زي ما كان ببالك. القوة اللي شفتها كانت تمثيل. النرجسي عايش داخل وهم، والوهم ده اسمه الذات الزائفة. أول ما يحس إن حقيقته بدأت تبان بيحصل له انهيار نفسي كامل. النرجسي عايش بهوية مش بتاعته، هوية مصطنعة اتخلقت علشان تحميه من حقيقة واحدة، إنه هش وضعيف. وأول ما الواقع يضغط على الهوية ديت بتتكشف. النهاردة هنعرف إزاي ده بيحصل، وليه أكتر حاجة بتكسر وترعب النرجسي فعلا إنك تخرج من اللعبة وتسيبه يواجه نفسه لوحده. أهلا بيكم. لو انت في علاقة نرجسية او لسه خارج منها، فاحتمال كبير تكون حاسس احساس غريب مش قادر تسميه. احساس انك داخل مسرحية، مش علاقة حقيقية. مسرحية كل حاجة فيها محسوبة، كل كلمة بتتقال في وقتها، كل رد فعل ليه توقيته، كل مشكلة لها سيناريو جاهز. وانت واقف بتتفرج ومش فاهم هو ازاي الشخص ده واثق قوي بالشكل ده، ليه دايما متأكد انه صح حتى وهو بيغلط. ليه لما تحاول تناقشه بهدوء الدنيا تتقلب فجأة انك انت اللي غلطان. مرة يبقى ضحية، مرة يبقى غاضب، مرة يبقى بارد وكأنك مش موجود. وانت في النص حاسس انك تايه، حاسس ان المنطق مش بيحكم اي حاجة في العلاقة دي. يمكن قلت لنفسك اكيد انا اللي مش فاهم، يمكن انا حساس زيادة، يمكن انا اللي غلطان. ودي اخطر مكان ممكن توصل له، لانك ساعتها بدأت تشك في ادراكك مش في سلوكك. الحياة الصادمة واللي ناس كتير بتوصل لها بعد سنين من الألم إنك ما كنتش بتتعامل مع شخص حقيقي، أنت كنت بتتعامل مع قناع. قناع بيعرف يقول الصح في الوقت الصح، قناع بيعرف يظهر قوي واثق مسيطر. لكن القناع ده مش هو الشخص، ده مجرد واجهة. وعشان كده كل ما كنت تحاول تفهمه كنت بتحس إن الدنيا بتتلخبط أكتر، لأنك بتحاول تفسر تمثيل مش حقيقة. ومن اللحظة دي بالذات لما تبدأ تشوف اللي ورا القناع، العلاقة كلها بتاخد معنى مختلف. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه دلوقتي، ازاي القناع ده اتكون، ليه النرجسي متمسك بيه بالشكل ده، وليه أول ما الحقيقة تقرب منه بيترعب وبيبدأ من هنا الانهيار. أول حاجة لازم تعرفها إيه هي الإصابة النرجسية. الإصابة النرجسية مصطلح ناس كتير بتسيء فهمه، بيفتكروا إنها لحظة زعل أو جرح أو إحساس بالإهانة. الحقيقة ولا واحد من دول. الإصابة النرجسية هي لحظة انهيار الوهم، اللحظة اللي فيها الصورة اللي النرجسي عايش فيها بتبدأ تتكسر. بتظهر لما حاجة بسيطة جدا تحصل بس معناها عنده كارثي. لما حد يشكك في قيمته، مجرد يشكك. لما حد ما يعجبش بيه، ما ينبهرش، ما يحسسوش دايما انه الأهم. لما حد يتعامل معاه كإنسان عادي مش مميز، مش محور الكون. واخطرهم على الاطلاق لما يحس انك مش محتاجه. في اللحظه دي النرجسي ما بيحسش بالاهانه زي ما انت متخيل، هو بيحس بالعدم، كأن الارض اللي واقف عليها اتسحبت من تحته، كأن هويته نفسها بتنهار. ليه؟ لان النرجسي ما عندوش قيمه ذاتيه ثابته. قيمته جايه من بره، من نظرتك ليه، من اعجابك، من خوفك، من احتياجك. اول ما المنظر ده يتهدد بيبدأ الذعر، وعشان كده رد الفعل دايما مبالغ فيه ومش متناسب خالص مع اللي حصل. تلاقي غضب هستيري على حاجة بسيطة، هجوم مفاجئ من غير سبب واضح، تشويه السمعة وانتقام بارد، او برود فجأة كأنك مش موجود اصلا. وساعتها انت تقف متلخبط وتسأل نفسك أنا عملت إيه لكل ده؟ والإجابة الصادمة والمريحة في نفس الوقت، أنت ما عملتش حاجة كبيرة، أنت بس لمست حاجة ممنوع لمسها. لمست الوهم، لمست القناع، لمست المصدر اللي هو عايش عليه. وعشان كده الإصابة النرجسية بتكشف هشاشته هو. تاني حاجة بترعب النرجسي هي عدم الاهتمام. النرجسي كل قيمته النفسية مبنية على فكرة واحدة بس، أنا محور الاهتمام. هو ما بيستمدش إحساسه بذاته من نفسه، بيستمده من ردود فعلك، من نظرتك، من انبهارك، من خوفك، حتى من محاولاتك إنك تثبت له إنك كويس. أقوى حاجة ممكن تعملها إنك تسحب الضوء، مش بمواجهة مباشرة، لأن المواجهة بتغذيه والغضب بيديله إحساس إنه موجود. اللي بيوجعه بجد التعامل العادي، ردود قصيرة، نبرة صوت ثابتة، مفيش إعجاب مبالغ فيه، مفيش خوف، مفيش تبرير، مفيش محاولة إثبات قيمة.
النرجسي بيقيس قيمة نفسه من طريقة سماعك ليه، من ردود فعلك على كلامه. أول ما الردود تبقى عادية يحس بحاجة مرعبة بالنسبة له. إيه هي؟ الفراغ. مش لأنك قللت منه، لكن لأنك بطلت ترفع من قيمته. وهنا بيبدأ الارتباك، يبدأ يستفزك، يزود دراما، يرفع صوته، أو فجأة يكون بارد. كل ده محاولة منه يختبر إنه لسه مؤثر، لسه مهم. لو فضلت ثابت انت كده بتكسر اهم وهم في حياته، انه مركز الكون. وخلي بالك، كسر الوهم ده مش انتقام، ده تحرير نفسي ليك قبل ما يكون ضربة ليه. لان اول ما تبطل تلف حواليه انت بتبدأ ترجع نفسك. وتالت حاجة بترعب النرجسي هي الخروج من القالب. النرجسي مش شايفك انسان كامل، شايفك دور، وظيفة بتخدم صورته عن نفسه. انت عنده واحد من ثلاثة: إما المبهور اللي بيغذي غروره، أو المنقذ اللي بيشيل عنه فشله، أو الضحية اللي بيفرغ فيها غضبه. هو ما بيتعاملش معاك كشخص عنده مشاعر وخيارات، بيتفاعل مع سيناريو محفوظ. انت فيه عنصر ثابت. أول ما تبدأ تتصرف خارج الدور، تهدى بدل ما تنفعل، تسكت بدل ما تشرح وتبرر، تختار نفسك بدل ما ترضي، في اللحظة دي هو بيقف، مش لطفا لكن لأنه عقله ما عندوش رد جاهز. انت كسرت السيناريو. والنرجسي ما يعرفش يرتجل، هو محتاجك تمشي حسب النص عشان يفضل مسيطر. لما تخرج من القالب انت مش بتتغير بس، انت بتسحب منه اهم حاجة عنده، وهم السيطرة. عشان السيطرة عنده مش قوة حقيقية، دي تنبؤ، معرفة مسبقة برد فعلك. أول ما يبطل يعرف أنت هتعمل إيه يحس بالخطر، مش لأنك هتأذيه لكن لأنك بقيت غير قابل للإدارة. وساعتها يبدأ يضغط، يزود تلاعب، يغير أدوارك بسرعة. بس لو فضلت ثابت من غير ما ترجع للدور القديم أنت كده خرجت من المسرحية كلها. وده أخطر مكان على النرجسي، إنك تبقى موجود بس مش موجود داخل لعبته. ورابع حاجة بترعب النرجسي هي عكس الأدوار. لما انت تبدأ تقرر مش هو اللي يقرر. النرجسي عايش طول عمره على فكرة واحدة: أنا اللي أقرر. هو دايما لازم يكون صاحب القرار، صاحب النهاية، صاحب السلطة الوهمية. وجودك في حياته كان جزء من المعادلة. هو يقرب، هو يبعد، هو يعاقب، هو يكافئ. أكبر صدمة ليه إنك أنت اللي تقرر، مش إنك تمشي لكن إنك تبطل تكون داخل لعبته. مش انتقام ولا حتى مواجهة، انسحاب داخلي، بل انسحاب من اللعبة نفسها. النرجسي حساس بشكل مرعب للتغيرات غير المعلنة. هو ممكن ما يفهمش الكلام، يفهم إن نظرتك اتغيرت، بس إن لغة جسدك ما بقتش مستنية هو هيعمل إيه، إن صوتك ثابت، إن وجوده بقى عادي. البرود هنا مش قسوة، ده وعي. ولما يحس انك مش محتاج تفسيره ولا مستني موافقته ولا خايف من خسارته، يبدأ القلق. مش لانه بيحبك لكن لانك خرجت من سيطرته. اخطر لحظة على النرجسي انه يكتشف انك مش شايفه كيان عظيم لكن كإنسان فاضي عايش على تمثيل مستمر. هو اللي هيبدأ يقرب مش عشان يرجعك لكن عشان يتأكد انه لسه مؤثر. ولو ما لقاش استجابة الذعر يسيطر عليه بالكامل، لأن النرجسي ما يقدرش يعيش وهو مش محور حياة ضحيته. وانت لما تنسحب عاطفيا بهدوء من غير إعلان انت ما سبتوش بس، انت سحبته منه الدور اللي كان عايش عليه. وده النوع الوحيد من الخسارة اللي ما يعرفش يتعافى منها ولا حتى يقبل بيها. طب ازاي تطبق ده؟ بكذا طريقة. أول حاجة أسلوب الحجر الرمادي. الأسلوب ده مش صمت، الصمت مستني رد فعل، لكن الحجر الرمادي إن ردودك ما فيهاش طاقة، باهتة. النرجسي ما بيغضبش من الكلام، بيغضب من عدم التفاعل. هو بيتغذى على دهشة، خوف، تبرير، محاولة إقناع. أول ما الإمداد ده يختفي الذات الزائفة تبدأ تضعف. وتاني حاجة هي كشف الأخطاء بهدوء. النرجسي عنده عقدة معرفة، لازم يكون فاهم في كل حاجة، سبقك بخطوة. فما تدخلش معاه في جدال، ما تشرحش ولا تجادل ولا تثبت له حاجة. هو هيكمل الباقي لوحده. هيبدأ يشك، يراجع، يتضايق، مش لأنك غلطت لكن لأنك كسرت صورة إنه هو اللي دايما صح. تالت حاجة تعملها هي التعامل مع الغضب النرجسي، مش انفعال. ده زر إنذار، لحظة إحساس بالتهديد، لحظة فقدان سيطرة.
عشان كده ما تبررش، ما تتخانقش، ما تفسرش. أي كلمة زيادة هي وقود. الهدوء هنا مش ضعف، الهدوء سلاح. صوتك ثابت، جسمك هادي، مفيش دفاع. هو عايزك تنزل لمستواه، ولما ما تنزلش نوبة الغضب تفضحه. النرجسي طفل نفسيا، بس طفل متقن التمثيل. عايزك تغضب، تصرخ، تبرر له نفسك. النضج الحقيقي انك ما تلعبش اللعبة النرجسية. انت ما كنتش ضعيف، انت كنت انسان بيحب وبيصدق وبيحاول، والنرجسي استغل ده. بس اللحظة اللي هتفهم فيها اللعبة بتخرج منها من غير ما تتحول لنسخة مش حقيقتك. شاركونا التعليقات.